الحق يكتسب. يعني السيد الرئيس يعني مشكورا عمل لنا حاجه اسمها تكافل وكرامه، جميل. وطلع حاجه اسمها فيزا للمراه بتقبض من 250 في الحاله اللي هو تكافل وكرامه. لما بتكون بتعول اسره بتقبض تقريبا 400 جنيه، ف 400 جنيه ما يعملوش حاجه في ظل اللي احنا فيه ده. الدنيا صعبة والمصاريف كتير وحضرتك شايفة، وأكيد كل الناس لامسة الموضوع ده. طب فاحنا بنطالب، احنا ايه دلوقتي كل نساء القرية معظمهم حالتهم صعبة جدا يا أستاذة بشرى، بيخرجوا يشتغلوا، وفيهم ناس يعني توفوا في حوادث كتير لأنهم بيخرجوا يشتغلوا بره البلد، وفي بيشتغلوا في الأراضي الزراعية. طب وفي سؤالك ايه يا طبعا استاذه مبروكه؟ سؤالك ايه يكون محدد؟ احنا احنا عايزين نعمل مشروع قومي للمرأة في القرية، بحيث ان انا بيصعب عليا الست وهي خارجة تشتغل من الفجر كده، نعمل لها مشروع بحيث ان هي يضر عليها دخل تكفي بأسرتها، لكن ما تخرجش بره البلد، ما تشتغلش بره. فيهم ناس بيسيبوا ولادهم اطفال وبيقفلوا عليهم، فانا بيصعب عليا المنظر بصراحة. شكرا احنا عايزين لحضرتك حاجة استاذه تخص مبروكه. المرأة في المكان، وبناشد الرئيس وكل المسؤولين وحضرتك معانا. وبشكر كل ضيوفك وبشكرك على شكرا المداخلة على يا أستاذة مداخلتك، بشرى. شكرا على مداخلتك استاذه مبروكه، وباذن الله صوتك يوصل، وبشكر حضرتك على الاتصال. عايزاه. انا عايز بس اقول ردا على اتفضل الاستاذه. اتفضل. هو ردا عليه على الاستاذه المتصله. م. المشروع مشروع كرامه نفسه فيه اللي هي بتقول عليه، م. فيه اللي هي بتقول عليه. بس هل هو متفعل؟ هل هو ما انا متفعل؟ هقول اهو، انا هقول اتفضل. ايه هو. كل واحده محليه موجوده في قريه هينشأ فيها عباره عن مشغل ده هيضم ايه؟ هيضم كل النساء الخاصين بالقريه. جميل. هيتعلموا حرف يدويه، والدوله، واصل المشكله مش ايه؟ المشكله مش ان هي تتعلم، المشكله ان هي تسوق اللي هي عملته. الدوله هتاخد ايه؟ الدوله عليها التزام انها تسوق لها المنتج ده. بس هي القصه كلها ايه؟ احنا في المرحله الاولى من مراحل الايه؟ من مراحل المشروع. المشروع هيقعد 3 سنين. في خلال الثلاث سنين دي في كل وحده محليه لاي قريه هينشأ مجمع على مساحه فدان. جميل. المساحه الفدان ده هيتم فيه عمل ورش عمل لجميع السيدات. يعني هو لسه المشروع في الخطه؟ طبعا. في الخطه. طبعا.